رمضان هذا وكل عام كيبقاو يطرحوا نفس الأسئلة، سواء حول التمرين سواء حول الأكل. لذلك أنا غنحاول نعطيك واحد الخلاصة ديال كيفاش رمضان كيدوز عندي أنا شخصيا، ونحاول نعطي فكرة عامة على الأمور كي كتمشي باش تاخد فكرة كيفاش توجه البرمجة ديالك خلال رمضان. غادي نخلي تايم ستامبس ديال الفقرات بالعناوين باش لا بغيتي تقدر تمشي مباشرة للموضوع اللي كيهمك، لكن انا كنطلب منك تفرج في الفيديو كامل باش تعاون القناة ديالي تبان عند بزاف ديال الناس. على العموم انا في رمضان ما كنحاولش نخدم فيه على شي حاجة كبيرة او مهمة، في الاخير رمضان غير شهر واحد قدام سنة باكملها، ما غاديش يكون عنده شي تأثير كبير. انا في رمضان كنخدم على هدف الحفاظ على شنو وصلت ليه، لذلك لا من ناحية الاكل ولا التمرين كنمشي بسرعة بطيئة بغرض نبقى في المستوى ديالي وصافي. داكشي علاش عامة السعرات اللي كنكون كناخد قبل رمضان كنحاول نبقى عليهم ولا ناخد سعرات الحفاظ على الوزن. لكن عموما رمضان كيمثل فرصة جيدة لتطبيق العجز الحراري وانك دير الريجيم، حيت عندك غير فترة وجيزة اللي تقدر تاكل فيها، واحتمال صغير انك تدخل سعرات جد مرتفعة في تلك الفترة، خصوصا إلا عطيتي أهمية للأطعمة ذات كثافة حرارية منخفضة وكمية بروتين جد عالية. اما بالنسبه للنمو العضلي والضخامه فالامور شويه صعبه لكن ليست مستحيله، حيت كيف ما قلت الفتره الوجيزه اللي عندك ديال الافطار صعيب تدخل فيها سعرات كافيين. داكشي علاش لا بغيتي تزيد الوزن خاص تعتني اكثر بالتغذيه ديالك عن طريق ادراج اطعمه ذات كثافه حراريه مرتفعه والاعتماد على السعرات السائله. ومع ذلك غتلقى واحد شويه الصعوبه خصوصا في اواخر الشهر اللي كيكون فيه الجهاز الهضمي عيا بفعل السعرات المرتفعة. هنا كيتطرح السؤال ديال واش تقسيم البروتين عنده دور مهم. عامة إجمالي كمية البروتين هي اللي كتحكم أكثر، يعني إلا مولف كتاخد 180 غرام يوميا من البروتين فالهدف الأول ديالك هو تحافظ على ديك الكمية. بطبيعة الحال يستحسن تقسيم الوجبات خلال اليوم، لكن دابا حنا في رمضان والضرورة كتحتم علينا تاخدهم في وقت وجيز. وباش تعتني أكثر بهذه النقطة ديال استهلاك البروتين، سبق في وقت الإفطار مصادر البروتين السريعة الهضم كالواي، أبيض البيض إلى آخره. وشحال ما قربتي من السحور خصوصا في وجبة السحور يعطي أهمية للمصادر البطيئة الهضم كالكازيين اللي موجود في الحليب ومشتقاته، ولا مصادر بروتين فيها الدهون كالبيض الكامل، اللحوم او السمك الدهني الى اخره. دور الدهون الصحيه ما منحصرش غير في بطء الهضم، لكن ايضا في تعزيز الصحه الهرمونيه بخصوص الايام الاولى ديال رمضان اللي كيكون فيها تغيير مفاجئ لنظام العيش، بالخصوص تغيرات في هرمونات كالليبتين الكورتيزول الميلاتونين الى اخره. هرمون النمو كيعرف ارتفاع اثناء الصيام، لكن غير باش يسهل على الجسم حرق الطاقه باش تبقى وظائف الجسم خدامه. الارتفاع ديالو ما كيعنيش انك غادي تزيد في الكتله العضليه، وهو غير كيسخر لك الطاقه. يعني وجبة السحور مثلا تقدر تاخذ فيها يوغورت بيرلي مثلا او الجبن العربي مع بيض وخبز كاملين، او سكوب كازين مع شوفان ومكسرات باش تبقى شبعان خلال اليوم. عاد بطء الهضم ديال المكونات يخليك ما تدخلش فعليا في الصيام الا بعد مرور مدة طويلة. كيف ما تقدر تقل وتيرة الهضم ببروتين بطيء الهضم والدهون، فحتى السكريات البطيئة الهضم والغنية بالألياف غتعاونك أكثر خصوصا في فترة السحور. بالنسبة إلا كنتي تريني مباشرة ورا الفطور فديك الساعة من الأفضل أنك تاخد سكريات سريعة كمثلا أرز أو فاكهة، ترجع للأصال عاد تاكل مزيان. ومن الأحسن تاخد مصدر سكري اللي كيتشرب باش في نفس الوقت تزيد من الرطوبة ديال الجسم، حيت من غير الماكروز اللي خاص تعتني بهم فرطوبة الجسم عندها دور كبير خصوصا في الحفاظ ما أمكن على الأداء الرياضي. بلا ما نساو الوظائف الحيوية للجسم، داكشي علاش حاول تشرب مياه كافية وتستهلك ما يكفي من الإلكترولايت. أنا شخصيا كناخد هو الماس ولا مكمل ديال المعادن، ولا إلا ما قدرتيش توفر بحال هادو ممكن تكتفي بتنويع الخضر والمكسرات وتخلي كمية الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم في حدود معقولة. شخصيا أنا كنكسر الصيام ديالي بالتمر وعصير ديال الموز والباربة ومكمل معادن زائد واي بروتين، عاد وراها بشي نصف ساعة 45 دقيقة تقريبا كناخد الوجبة. ولا إلا كنت نتريني كناخد الوجبة حتى لورا الحصة، لكن غالبا انا كنتريني مباشرة قبل الافطار، ماشي لشي سبب معين لكن غير حيت كنبغي نستغل الوقيته ديال الافطار في الماكلة النعاس الكافي والقيام بالشعائر ديال رمضان. بحال ترينيتي قبل الافطار بحال ترينيتي بعد الافطار. فقدان الدهون كيعتمد على التوازن الحراري الاجمالي ديالك ماشي وقتاش ترينيتي. باش نشرح لك، الجسم ديالك ملي كتكون صايم كيخدم بمصدر طاقي بطيء الحرق اللي هما الدهون، حفاظا على نسب الجليكوجين والسكريات في الجسم. يعني شيء عادي انك الا ترينيتي قبل الافطار غادي تحرق دهون اكثر من اجل الطاقه،
لكن كيف ما قلت حرق الدهون ماشي هو فقدان الدهون. فبمجرد ما كتفطر الجسم باش يحافظ على داك التوازن الطاقي كيركز اكثر على حرق السكريات للطاقه. وفي الاخير الكميه اللي كان خاصك تخدم بها الطاقه سواء كميه الدهون او السكريات هي اللي كتخدم بها بناء على مجموع السعرات اليومي اللي كتاخد. يعني الا خديتي جوج اشخاص بجوج مطبقين العجز الحراري لفقدان الوزن والدهون، واحد ترينا قبل الافطار واخر بعد الافطار، بجوج بهم غادي يوصلوا لنفس النتائج. الفرق الوحيد بين التمرين قبل الافطار وبعده هو الرطوبه. الاشخاص اللي كيترينيو قبل الافطار يكون عندهم مشكل ديال الرطوبه اللي كينقص معه الانقباض العضلي، رده الفعل والاداء الرياضي، خصوصا في الايام الاولى من رمضان. لكن من بعد كيقدر الجسم يتاقلم. والسلبي في التمرين بعد الافطار هو انك كتضحي بواحد الوقيته اللي ممكن تستغلها في الاكل، شرب المياه او النوم، خصوصا الا كنتي كتاخذ مكملات طاقه بعد الافطار كالكافيين اللي يقدر يخربق لك النعاس. لذلك من احسن تعتبر رمضان كفتره اللي ترتاح فيها من استهلاك مصادر الكافيين، خصوصا عند الناس اللي كيعانوا من مقاومه حساسيه الكافيين، وتحاول تريني بلا به، الشيء اللي غادي يكون صعيب الايام الاولى من رمضان. باش من وراء رمضان تولي غير كمية ضئيلة من الكافيين كافية لزيادة الأداء الرياضي. بالنسبة للمكمل اللي كيتجنبوه فعليا الناس خلال رمضان واللي صراحة ما خاصش تجنبو أو تقطعو نهائيا هو الكرياتين، اللي يعاونك بزاف تحافظ على كمية المياه داخل العضلة وتعزز أدائها في ظروف كالصيام. فالكرياتين ما كيأثرش على نسب الرطوبة عامة ديال الجسم، إنما كيعزز رطوبة الخلية العضلية، واجتنابه كيبقى خطأ كيرتكبوه خلال رمضان. أما بالنسبة للواي والكازين فهادو كنعتبرهم مصادر بروتين كيف ما جميع المصادر. الإيجابي فيهم هما أنهم يعاونوك توفر كمية بروتين معقولة بسعرات أقل. البروتين اللي يقدر يسهل عليك تحقيق أهدافك في هذه الظروف الرمضانية هو البروتين جينر. انا ماشي من محبذي هذا المكمل، حيت من الافضل توفر كميه السعرات اللي فيه من طعام متكامل. لكن في ظرفيه كرمضان اللي الوقت ديال الاكل عندك قصير وصعيب تاخذ فيه سعرات مرتفعه وانت غرضك مثلا تزيد الوزن، نقدر نقول ان بروتين جينر يعاونك على توفير على الاقل الربع ديال السعرات اللي خاصينك، خصوصا انه سهل الاستهلاك. وما تنساش بطبيعه الحال تعاون راسك بمكمل معادن من اجل الرطوبه وفيتامينات، خصوصا إذا كان عندك مصادر الخضر قليلة خلال فترة الإفطار. لكن تذكر اللي ضروري في هادشي هو الكرياتين اللي صعيب تجيبه من الأكل، أما داكشي الآخر تقدر توفره عن طريق الأكل، وحتى إلا صعب عليك ديك الساعة ممكن تحتاج لمكمل. وباش نختم هذا الفيديو، رمضان شهر ديال العبادة وتعزيز الرابط الرباني، وراه غير شهر واحد وسط سنة بأكملها، لذلك ما تبرزطش راسك بزاف وما تعقدش الامور. الا حافظتي غير على النتائج اللي واصل ليهم في هذه الفتره فراك حققتي انجاز. رمضان كريم وشكرا على المشاهده.